من بعد دخلني الاعدادي ووصل للمرحله ديال المهارقه، ياك هذا كنسميوها المرحله ديال المهارقه. لا، هي علميا كتسمى المراهقه، ولكن انا كنسميها المهارقه، لاننا وخاصه في هذا الوقت هذا التلاميذ فيها كيتهرقوا على بعضياتهم وكينساو الدراسه. ولكن الغريب ما في الامر انه كانوا صحابي كيقولوا لي انت علاش ما كتصاحبش، علاش ما كديرش. قلت لهم انا ما خاصنيش نضحك على بنات الناس كيف ما خاصنيش شي واحد يضحك على اخواتي البنات. هذا كان المبدا ديالي. من جد وجد وما زرع حصد. كان الرسوب اخر السنه، صحابي كامل ناجحين وفرحانين كيشوفوا الاسماء ديالهم من ضمن لائحه الناجحين، وانا ما كاينش الاسم ديالي. الندم، ولكن الدموع شنو غادي ترجع؟ الوقت عام كامل محياتي راه مشى. ودقات قلب المرء قائلة له إن عمرك دقائق وثوان، فابني لنفسك بعد موتك ذكراها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. من بعد ما تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا فيه كل ميسر لما خلق له، وتذكرت انهم في امريكا كيسردوا خبراء بسيكولوجيك من الروضه ديال الاطفال، وكيفرقوا عليهم لعب بصفه نصف شهريه ولا شهريه، ومن خلال اختيار ديك اللعب هذيك الاطفال ديك اللعب هذيك والطريقه ديال اللعب ديالهم بها شنو كيديروا بها، كيكتشفوا المواهب ديالهم، كيقدروا انهم يوجهوهم توجه مبكر ملي كيكونوا باقين في المرحله النفسيه الثانيه اللي هي مرحله اللاوعي بالمهاره. كما كنعرفوا كاملين بينا ان الطفل كيمر 4 ديال المراحل. المرحله الاولى مرحله اللاوعي بالمهاره، ثم مرحله اللاوعي بالمهاره، ثم مرحله الوعي باللامهاره، ثم مرحله الوعي بالمهاره، ثم مرحله المهارقه. وصراحه راسي مصارحه الذات، شحال كنحتاجوا لها حنايا مصارحه الذات. انا شنو باغي؟ واش باغي نقرا بصح؟ بصح باغي نقرا، ولا كنضحك على راسي وصافي كنضيع حياتي؟ كتبت الرساله ديالي في الحياه وانا العمر ديالي 15 عام 16 عام. بديت بالتطبيق ديالها. اول نقطه فيها كانت انني نمشي نعاود ديك السنه الدراسيه وغادي ننجح فيها، ولكن ما نكملش الدراسه، غادي نمشي للتكوين المهني، تخصص ديال ميكانيك السيارات. فانتهجت منهجيه التعلم الى جانب منهجيه التعليم، وبديت كنقري راسي بيدي، كنشري مجلات، نمشي للانترنيت نشوف برامج ديال الطوموبيلات، نشوف هذا. وبهذه الطريقه هذه قدرت على انني نقرا المحركات ديال السيارات بالانواع ديالهم كامله. ولكن اجي شنو زايد عليه داك السيد؟ المخ ديالو كيوزن كيلو 400 ديال الجرام، المخ ديالي كيوزن كيلو 400 ديال الجرام. شنو زايد عليا؟ ولكن كانت فيه واحد المفاجاه، ان امريكا من 1960 حتى 1984 وهي كنحاول ما امكن تعمل هذا المحرك هذا وما قدرتش، وجا مغربي وعدلو. هادو هما حنايا، وباقي لحد الساعه راه كاين محاولات وما قدروش. عاود كان العرض من اوروبا، عطاوني 308 مليون ديال الاورو باش نبيع لهم هذا المحرك هذا، وباقي لحد الساعه العرض قائم، وباقي الاسم ديالي مصنف من ضمن الطموحات المستقبليه. 308 مليون ديال الاورو يعني اكثر من 450 مليار سنتيم، بشرط انني نطلع من كازا لباري بالباسبور الفرنساوي. انا ما بغيتش، لانني اول ما تم العرض عليا فكرت حاجه واحده، ان هذا الموتور هذا اول كيخدم للطائرات العموديه الهليكوبتر النوع الصغير والمتوسط، واول استخدام عندهم غادي يكون في المجال العسكري. اذا مشاو قتلوا باخواتي المسلمين، شكون غادي يتحمل المسؤوليه غدا قدام الله سبحانه وتعالى؟
فخصنا نعرفوا هنايا على ان الاختراع هو عباره عن استثمار من الوقت والمجهود والمال، ولكن التفكير ديالنا ما خاصوش يكون هنايا، خاصو يكون بعيد، لان المال ملحوق وكل شيء ملحوق. ديك العهد ديال بنو الهيثم والخوارزمي والفارابي راهو ماشي يرجع، راه بينا حنايا ان شاء الله غادي يرجع، لكن هنايا ان شاء الله غادي نصيبوا شقرون عبد الله من ضمن المصممين ديال العالم والعربي الوحيد المصنف في هذه اللائحه هذه. واذا هبطنا اللائحه غادي نصيبوا تماك كل شيء هي امريكا بوحديتها هذه. نقولوا على ان ديك الناس هذوك سبقونا حنا ما قادرينش نوصلوا لهم. ما خصناش نفقدوا الامل في بلادنا، وعلى كل من اراد التقدم والارتقاء فان عليه بالتقييم والانتقاء بعد كل تعلم وارتواء. وهنايا غادي نقول لكم انا باغيكم نتوما تكونوا احسن مني، وغادي نذكركم وغادي نقول لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا فيه الخير في وفي امتي الى يوم الدين. وغادي نقول لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.